السلام عليكم، مرحبا فيكم يا شباب. اليوم جيتكم بفيديو جديد، هالمرة مو من ساموس ولا من أسينان، من داخل ألمانيا. رح أحكي لكم شو كانت رحلتي بألمانيا، وشلون صوتت، وشلون اجيت لهون، وشو كان الوضع، وشلون المقابلات، وشلون عملت هاي الشغلات كلياتها. وعلى فكرة أنا وجيت على ألمانيا اكتشفت شغلة عن جد يا جماعة الخير، لازم الكل يعرفها. إذا حدا له قرايب بألمانيا لازم الكل يعرفها. اول شي من تجي لالمانيا فلازم انك تعرف كتير منيح انه ما في حدا لك غير انت، يعني اخوك ولا ابن عمك ولا قرايبك ولا مين ما كان ما راح يفيدك ابدا. هي واحد. اتنين يا معلم، لازم انت تعتمد على حالك، تروح ان كان داخل الكامب ولا برات الكامب ولا شو ما كان، الاجراءات ما اجراءات وهي الشغلات كلها لازم انت تعتمد فيها على حالك. وبالنسبة للمحاكم وشو حكيت وشو عملت وشلون قابلت طبعا انا كمان في عندي بصمة اليونان، وشو وضع البصمات وهي الشغلات واجراءات تبع المانيا. اللي حابب انه هو يستفسر عن هي الشغلات فبس يكتب لي على التعليق، وانا راح احكي لكم بفيديو جاي عن كل شيء صار معي بمقابلة الاولى والثانية. وبعتذر كثير منكم اني صار لي تقريبا شي 10 ايام ماني ناشر ولا فيديو، فبسبب اجواء الطريق، وجيت طبعا كثير تعذبت على الطريق ولحتى وصلت لهون والحمد لله. وعلى عبال على عبال كل شخص اني رايد يطلع وان شاء الله بيوصل بخير وسلامه. ومشكورين كثير لكم، وارفعوا لنا هذا الفيديو يا شباب، واكتبوا لنا كل شيء بالتعليق بدكم اياه، وما راح انسى لكم، راح ارد على كل الاجوبه. وبالنسبه للاشخاص اللي عم يحكوا معي على الخاص فانا بعتذر كثير منكم، ما بقدر ارد على الخاص. اكتبوا لي على التعليقات وراح ارد على كل تعليقاتكم. مشكور كثير حبيبي، سلامات.